نبدأ بالحلا مالتنا. أول شي راح أخلي حليب المكثف المحلى، علبة واحدة من القشطة. وسألتوني شنو هو الدريم ويب؟ هو الشانتيه، هذا كريم شانتيه هو نفسه، حتى بدلته لكم على مود تعرفون شنو أقصد. ظرف واحد من الكريمة، وحطيت 3 حبات من جبنة كيري، وراح أضيف عليهم كمية من الحليب، بس لازم يكون حليب كلش بارد. أضرب المكونات كلها سوية لحد ما يصير عندي خلطة متجانسة. هيجي صارت عندي جاهزة. أول طبقة عندنا مثل ما تشوفون عندي البسكت، أسقيه بالحليب أوكي، وأخليه أول طبقة. راح أخلي طبقة من الخلطة اللي سويناها بهذا الشكل وأمدها على كل الجوانب. راح نخلي طبقة ثانية من الخلطة. عندي آخر مرحلة راح أرش عليها الشعرية. إذا الشعرية تجي عندكم جاهزة هيجي اللي هي ذهبية يعني محطوطة على النار فتمام. إذا لا تجي بيضة فأنتو تحمسوها بعدين تخلوها على الوجه. هذا هو شكلها النهائي، صارت عندي جاهزة. راح أدخلها للثلاجة، أبقيها أقل شي 2 3 ساعات، كل ما بقت أكثر كل ما أحسن. بعد تقريبا 3 ساعات طلعت الحلى من الثلاجة، راح أبدي أقسمه حتى نشوف النتيجة. بسم الله. تماسك طبعا. الحلى قطعته وحطيته هنا بالماعون. خليني أشوفكم الطبقات، وهسه نبدي نقسمه ونجرب نشوف الطعم. لا مستحيل، طعم مستحيل ايش قد لذيذ. يعني انا اللي ما احب الحلويات مو طبيعي ايش قد طيب، كلش طيب. جربوها، لازم تجربوها.